كريمة أهل البيت في قوم، عندما تذهبون إلى الإمام الرضا صلوات الله عليه في مشهد واحد بهذه الروحية يجب أن يذهب إليه. المحدث القمي صاحب مفاتيح الجنان رحمة الله عليه يذكر هذه القضية، يقول إن السيد نعمة الله الجزائري رحمة الله عليه هذا كان فقير، ما كان عنده مصباح اللي يقرأ تحت ضوء المصباح، فكان يطالع تحت ضوء القمر، فضعفت عينه، ولكنه أخذ شيئا من تربة أهل البيت صلوات الله عليهم ومسح بهذه التربة عينه، فقويت عينه ببركة هذه التربة. ثم المحقق القمي المحدث القمي رحمة الله عليه يقول: وهذا الحقير، يعني يقصد نفسه، كلما ضعف بصري أتبرك بتراب مراقد الأئمة صلوات الله عليه، وأحيانا بمس كتابة الأحاديث، أحاديث أهل البيت هذه فيها بركة، هذه فيها تأثير، وبحمد الله فإن عيني في غاية القوة، وأملي أن تقر عيني ببركتهم في الدنيا والآخرة. ابن المحدث القمي ينقل هذه القضية، يقول: في يوم من الأيام أبي، يعني صاحب مفاتيح الجنان، قام من النوم وعينه تؤلم بشدة، ولم يستطع في ذلك اليوم المطالعة والكتابة، وكان جدا متألم، ولسان حاله يقول: لعل أهل البيت صلوات الله عليهم طردوني من خدمتهم، يعني أنا أكتب أحاديثهم، رواياتهم، أدعيتهم. يقول: أنا خرجت وأبي في هذه الحالة. يقول: بعد أن عدت إلى البيت رأيت أبي جالسا يكتب بوضع طبيعي، فقلت له: يا أبا، هل خف ما بك من الألم؟ قال: كلا، وإنما زال بالمرة. قلت له: وماذا فعلت؟ قال: أنا ذهبت وتوضأت وجلست باتجاه القبلة، وأخذت كتاب الكافي للكليني اللي يحتوي على أحاديث أهل البيت صلوات الله عليهم، ومسحت الكتاب على عيني فزال الألم بالمرة. ابن المحدث القمي يقول: ولم يعد إليه الألم إلى آخر حياته. هذا أثر كتاب يحتوي على أحاديث أهل البيت. فكيف إذا ذهبتم إلى مراقدهم تمسحتم بأضرحتهم؟ الوحيد البهبهاني العالم الكبير الشهير عندما كان يدخل إلى حرم أمير المؤمنين صلوات الله عليه في النجف، كان أكو مكان يسموه كشوانية، يعني مكان خلع الأحذية، كان يقبل عتبة ذلك المكان ويمسح وجهه ولحيته بذلك المكان تبركا بهذا المكان الطاهر. أنتم إن شاء الله